السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. الشرطة تجري تقييما لأعمال العام 2025 وتجيز برامج العام 2026. دعوة إلى تنمية كفاءة الشباب بالقيم الوطنية. جهود في بارنتو لتوسيع خدمات كاس الأجرة. روسيا تفرض نشر قوات غربية في أوكرانيا وتهدد باستهدافها. الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ب 2.7% في العام 2026. سفن حربية صينية وإيرانية في جنوب أفريقيا لإجراء تدريبات عسكرية. غيمت شرطة إريتريا يوم أمس 8 من يناير الجاري بقاعة السلام أعمالها في العام 2025. وقدم قائد شرطة إريتريا العقيد محاري سقاي تقريرا في الاجتماع الذي حضره مسؤولو الفروع والأقسام بالإضافة إلى قادة مراكز الشرطة بالمديريات، قدم فيه الأعمال التي نفذت في مكافحة الجريمة والمخالفات وتعزيز سبل مكافحة الجريمة وتحقيقات الجرائم وإدارة القوى البشرية والموارد المالية والعينية، بالإضافة إلى تعزيز دور المجتمع في الحفاظ على السلم والأمن بالاطلاع على المميزات والتحديات التي واجهت العمل. وأضاف العقيد محاري أن معدل الجريمة كان 0.42%، وأن جرائم استهدفت الممتلكات سجلت معدل جريمة سجلت 10%، مما يوضح بضرورة التركيز على مكافحتها والحد من مسبباتها. وبما يتعلق بالتحقيقات الشرطية، سجلت كفاءة التحقيقات أكثر من 86%، وسرعة التحقيق وصلت إلى 85%، مضيفا أن حوادث المرور زادت بنسبة 7.2%. كما حث العقيد محاري الفروع على تقديم تقارير عادلة وواضحة ودقيقة وفي الوقت المناسب للحفاظ على الخبرة والمزايا المكتسبة ومواجهة التحديات وفقا لأولوياتها. وخلال المناقشة أوصى المشاركون الجهات المعنية على العمل بجدية على تعزيز العلاقات مع الشركاء والجهات المتورطة في أنشطة غير مصرح بها من أجل عمل أكثر فاعلية، فضلا عن أنشطة الحملات التي تأخذ في الاعتبار التنوع اللغوي للبلاد. وناقشوا في الختام خطة العام 2026 والتي تتضمن تعزيز التدريبات وتعزيز القدرة الشرطية الشاملة وإدارة الموارد والحملات العامة المنتظمة والتثقيف، من بين أمور أخرى ذات صلة. وأخيرا تم تكريم الضباط والأفراد الذين قدموا مساهمات مثالية في عملهم، وخاصة في مجال مكافحة الجريمة. حثت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية السيدة تخاتسفا ميكيل الشباب على الاستلهام من القيم الإريترية لرفع الكفاءة والقدرات الذاتية. وأكدت أن الاتحاد يعمل مع شركائه لرفع مستوى الوعي وتطوير مهارات وقدرات الإناث بشكل عام والشابات بشكل خاص. وذكرت أن الاتحاد يركز على الإناث اللائي يمثلن نصف المجتمع بشكل عام وزوجات الشهداء وربات البيوت بشكل خاص، إلى جانب برامج الحكومة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، ودعت إلى زيادة دعم كل مواطن والمؤسسات الحكومية وغيرها، لأن قضية المرأة هي قضية المجتمع بكامله. وأضافت السيدة تخا أن الاتحاد نظم العديد من الدورات التدريبية المهنية في العام 2020 إلى العام 2025 بالتعاون مع شركائه، وأن نتائجها كانت مشجعة. وأشارت إلى أنه تم إجراء تدريب في مجالات الخياطة وصناعة الحرف اليدوية في المراكز التي تم إنشاؤها في جميع المديريات، مضيفة أنه يتم إجراء مراقبة مستمرة لضمان الكفاءة المهنية للمتدربين، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية في مجال تربية الدواجن والنحل بالتعاون مع وزارة الزراعة، ودورات تدريبية في مجال القيادة بالتعاون مع شركتي السكن وحارات للنقل العام. كما أنه يتم تشجيع النساء المشاركات في التنمية الزراعية، وتم إنشاء منصة على مستوى الاستثمار في إقليم القاش بركة، وتم توزيع خلايا النحل حديثة وخلايا الجملون للدفع بإنتاج العسل والاكتفاء الغذائي الذاتي. كما تم توفير حوالي 480 مضخة مياه للإناث على مستوى البلاد.
وأخيرا قالت السيدة خان: أنشطة الاتحاد بالتعاون مع الشركاء للقضاء على عواقب الممارسات الضارة أمر مشجع، وأنه تم تقديم قروض مالية بحوالي 25 مليون نقفة حتى الآن. تم توجيه دعوى لإصلاح الشوارع التي يصعب فيها على المركبات التحرك في محاولة توسيع خدمات سيارات الأجرة في مدينة بارنتو. وذكر المواطنون وأعضاء جمعية ملاكي سيارات الأجرة لوكالة الأنباء الإريترية إيرانا أن الخدمات تساهم بشكل كبير في حمايتهم اليومية في حياتهم اليومية، وحثوا على إصلاح الطرقات المتضررة ودمج إشارات المرور ومواقف سيارات الأجرة لضمان وصول الخدمات المقدمة إلى جميع المناطق. وأوضح رئيس جمعية ملاكي سيارات الأجرة سيد داوود هايلي أن سيارات الأجرة المخصصة لمدينة بارنتو تقدم خدماتها بموجب عقود وعلى الطرق الأسفلتية فقط. وحث إدارة مدينة بارنتو على اتخاذ تدابير صيانة شاملة بمشاركة المواطنين وأصحاب سيارات الأجرة لاتباع إرشادات النقل من أجل توفير خدمات عادلة وفاعلة. ودعا رئيس فرع هيئة النقل البري في إقليم القاشبركة السيد هايلي أبرهة بدوره إلى إصلاح الطرق المتضررة، لأن الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة تقتصر على طرق محدودة. عقدت اجتماعات يومي 4 و3 من يناير الجاري في مديريتي الشعب ونقفة لمناقشة سبل تعزيز مشاركة المجتمع في البرامج التنموية المنشودة. وأوضح مدير مديرية الشعب السيد أبو بكر إبراهيم أن البرامج التنموية التي ستنفذ في العام 2026 تشمل تخفيف المشاكل الاجتماعية بإنشاء رياض الأطفال وبناء حواجز مائية وصيانة البنى التحتية المتعلقة بالمرافق الحكومية والمدارس. وتطرق اللقاء الذي عقده مدير مديرية نقفة السيد يعقوب إدريس إلى التركيز على البرامج التي تلبي متطلبات المواطنين الأساسية بمشاركة مجتمعية واسعة، مطلعا على البرامج التي تم تنفيذها بنجاح في العام المنصرم. وأضاف السيد يعقوب أن المركز الصحي الذي تم إنشاؤه في ضاحية عيلة علام تساهم في الحفاظ على الصحة العامة وتقدم خدمات جديرة بالثناء. وأكد المشاركون في اجتماع المديريتين جاهزيتهم للمساهمة في إنجاز المشاريع التنموية، مقدمين الاقتراحات والتوصيات لضمان فعالية البرامج المنشودة. قدم الإريتريون المقيمون في الخارج تبرعات مالية لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية لإسراء صندوق أمانة الشهداء، حيث تبرعت الجالية الإريترية في ألمانيا بمبلغ 1,510,039 نقفة، والجالية الإريترية في إسرائيل بمبلغ 240,000 نقفة، والجالية الإريترية في السودان بمبلغ 135,000 نقفة، والجالية الإريترية في أصدالهوم وبلانوس والمناطق المحيطة بها في السويد بمبلغ 41,251 نقفة، وجالية الإريتريين بأسترالسواند السويد ب 35,462 نقفة، وسكان سندوفيك بالسويد 17,200 نقفة، وسكان السويد وكيستني وفيستوين ب 6,988 نقفة. وفي غضون ذلك تبرع الإريتريون المقيمون في تورونتو والمناطق المحيطة بها بالنرويج بمبلغ 200,176 نقفة، وتبرع الإريتريون المقيمون في دونكستر والمناطق المحيطة بها بالسويد بمبلغ 45,000 نقفة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. هددت روسيا باستهداف أي قوات عسكرية ينشرها حلفاء أوكرانيا في الأراضي الأوكرانية كضمانات لكييف في حالة توصل لاتفاق لإيقاف الحرب. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أعلن حلفاء أوكرانيا في أوروبا أنهم اتفقوا على ضمانات أمنية رئيسية لكييف في قمة باريس تشمل نشر قوات لحفظ السلام، لكن موسكو أعلنت في أول تعليقاتها منذ القمة أنها لن تقبل نشر قوات مماثلة، واتهمت كييف وحلفائها بتشكيل محور حرب. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه في حال نشر الغرب وحدات وعناصر عسكرية في أوكرانيا فستعتبر أهدافا مشروعة، وحذرت من أن إنشاء وحدات عسكرية وقواعد ومستودعات وغيرها من منشآت البنى التحتية من قبل الدول الغربية على الأراضي الأوكرانية سيعتبر تدخلا أجنبيا
مشددة على أن ذلك سيشكل تهديدا مباشرا ليس فقط لأمن روسيا بل أيضا لأمن الدول الأوروبية الأخرى. تتوقع الأمم المتحدة أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% هذا العام، وهو أقل قليلا من تقديرات العام الماضي، مستشهدة بتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة وحالات عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية. وتوقع اقتصادي الأمم المتحدة أن يرتفع النمو إلى 2.9% في العام 2027، ولا يزال هذا الرقم أقل بكثير من متوسط النمو البالغ 3.2% بين عامي 2010-2019 قبل أن يضر وباء كوفيد-19 بالاقتصاديات في جميع أنحاء العالم. وبلغت التقديرات للعام 2025 نسبة 2.8%. وفقا لتقرير الحالة الاقتصادية العالمية وآفاقها الصادر عن الأمم المتحدة، فمن المتوقع أن يظل النمو في أوروبا واليابان والولايات المتحدة ثابتا بشكل عام. رست سفن حربية صينية وإيرانية قبالة القواعد البحرية الرئيسية في جنوب أفريقيا قبل مناورات قال مسؤولون أنها تهدف أيضا إلى إشراك روسيا. وقد تؤدي مناورات ويل فور بيس إرادة السلام التي تستضيفها جنوب أفريقيا في الفترة من الممتدة من 9 إلى 16 من يناير إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة التي هي على خلاف مع العديد من الدول المشاركة. وتركز هذه التدريبات على سلامة الشحن والنشاطات الاقتصادية البحرية وفقا ما أفادت قوات الدفاع الجنوب أفريقية، مشيرا إلى أنها ستشمل قوات بحرية من دول مجموعة بريكس: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. اضطر السكان في ولاية فيكتوريا الأسترالية لإخلاء بسبب حريق خارج عن السيطرة في الغابات وأحراش بالمنطقة دفعت السلطات إلى التحذير من أن الوضع قد يتفاقم بما يصل إلى حد تصنيف خطر الحريق عند درجة كارثة. ويستعر حريقان كبيران في منطقة غابات قرب بلدتي لوانغدو ووالو في ظل تجاوز درجات الحرارة لمستوى 40 درجة مئوية في بعض المناطق الولاية. وقالت السلطات أن الحرائق تسببت تدمير منشآتين على الأقل، والمتوقع أن تستمر في الانتشار مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح. وأتى الحريقان على عشرات الآلاف من الأفدنة وتسببا في تغييرات في الطقس. واختارت السلطات السكان في عشرات البلدات في محيط المنطقة بأن عليهم الإخلاء. عناوين النشرة مرة أخرى: الشرطة تجري تقييما للعام 2025 وتجهيز برامج العام 2026. دعوة إلى تنمية كفاءة الشباب بالقيم الوطنية. جهود في برنتو لتوسيع خدمات تكاسي الأجراء. روسيا تفرض نشر قوات غربية في أوكرانيا وتهدد باستهدافها. الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً بنسبة 2.7% في العام 2026. سفن حربية صينية وإيرانية في جنوب أفريقيا لإجراء تدريبات عسكرية. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.